ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة بقى هنعمل ملبن عين الجمل. بصوا بقى، جميل. شايفين الملبن عامل ازاي؟ بصراحة من اجمل ما اكلت الملبن العين الجمل لما عملته في البيت، احلى من بره بكتير. اول حاجة عندنا 3 كوبايات سكر، هنحط عليهم 3 كوبايات مية وندوبهم كويس قبل ما نرفعهم على النار. كده السكر داب معايا خالص، هبتدي بقى اشغل النار عليه. عندنا معلقة كبيرة عسل كلوكوز ونص معلقة صغيرة ملح ليمون. هنقلبهم ونحاول لما نيجي نقلب من النص بس. عندنا بقى كوباية نشا عليها كوباية مية، وهننزل بيها واحدة واحدة على السكر والمية بتوعي بعد ما غليوا، مع التقليب المستمر على نار متوسطة. بنسيبه بقى يبتدي على نار هادية كده علشان ما يشطش معايا من تحت، لحد ما يبتدي ونقلب فيه لحد ما يفتح معايا الخليط. بصوا الخليط لو تلاحظوا مش بيمط، يعني تحس ان هو بيقطع كل مادة مع التقليب على النار. بصوا بيبتدي لونه يفتح ونحس انه بقى فيه مطة. دلوقتي بقى هحط له مية زهر، معلقة صغيرة مية زهر، ونقلبه. عندنا بقى عين جمل مجروش، هنقلب كله مع بعضه. عندنا استرتش هنبتدي نلفه فيه على شكل رول. وهنسيبه لحد تاني يوم. خلاص هو كده اتشكل معايا. عندنا بقى نشا، هنبتدي نقلبه فيها بالشكل ده، وكده بقى جاهز معايا. ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم، وما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة، ونتقابل في وصفة جديدة مع الشيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.